كان المفروض تبقى دار أيتام، يعني بيت مفهوش غير أمان، حضن دافي بيحضن قلوب صغيرة فقدت الأهل والسند. لكن للأسف الدار دي كانت مقبرة البراءة. تعال أقولك إيه اللي حصل في دار الأيتام في اسكندرية. في مدينة اسكندرية في منطقة المنتزه دار رعاية تبع الجمعية خيرية، وفي 9 بنات صغيرين من سن 8 سنين ل 13 سنة كانوا بيصحوا كل يوم على كوابيس، بس كوابيس تانية مش في النوم، كوابيس وهم صاحيين، ضرب وتعذيب وتجريد من الهدوم وإهانات، والحاجات دي كلها ملهاش آخر. عارف يعني إيه يحرقوا طفلة بشمع مولع علشان اتكلمت كتير؟ عارف يعني ايه بنت عندها 9 سنين تتجرد من هدومها قصاد باقي البنات كنوع من العقاب؟ عارف يعني ايه تبكي من شدة الألم وصوت بكاها يتكتم علشان محدش يحرقها بالشمعة؟ واحدة من البنات لما النيابة سألتها قالت وهي مرعوبة كنت بخاف انام علشان كنت عارفة ان العقاب جاي في اي لحظة. وبتحكي بتقول كانوا بيضربونا بماسورة حديد على رجلينا وساعات على ظهرنا، واحيانا كانوا بيربطونا ويخوفونا انهم هيولعوا فينا. انت متخيل اللي بيحصل؟ الاكتر من كده المتهمين رئيسة الجمعية ونائبها كانوا بيصوروا البنات وهم بيتعذبوا، ينزلوا الصور دي على صفحات السوشيال ميديا ويكتبوا عليها كلام من نوع شوفوا الاطفال محتاجين دعم، والمساعدات تنهال عليهم. بس الفلوس دي ما كانتش بتخش جيب البنات ولا في دار الايتام، لا دي كانت بتخش جيب رئيسة الجمعية وأعوانها. يعني جريمة كاملة متكاملة، تعذيب وإتجار بالبشر واستغلال ونصب وانعدام ضمير. في سنة 2024 بلاغ وصل من خط نجدة الطفل، البلاغ اتقال فيه في انتهاكات بتحصل في دار الأيتام دي. الشرطة ما سمتش، اتحركت على طول، والنيابة بدأت التحقيق. وأول حاجة النيابة استدعت البنات وسألوهم، والبنات حكت مش بس بكلام، لا ده بدموع وبجروح وبنظرات خوف لسه سايبة أثرها في قلب وكيل النيابة. ممثل النيابة العامة قالها صريحة في المرافعة، أنا مش جاي أحكي وقائع، أنا جاي أحكي صرخات مكتومة ونظرات بنت صغيرة وهي بتقول كانوا بيولعوا فيا الشمع علشان اتكلمت. أنا جاي أقول لكم إن اللي اتعمل في البنات دول لو حصل لطفلتك ما كنتش هتسكت دقيقة. النيابة وجهت ليهم تهمة الإتجار بالبشر. المتهمين استغلوا سلطة وجود الأطفال تحت رعايتهم واعتدوا عليهم نفسيا وجسديا، كانوا بيتعاملوا معاهم كأنهم أدوات للربح مش أرواح بريئة. ونيجي للهيئة القضائية، المحكمة شافت الأدلة وشافت الصور وشافت آثار الضرب وسمعت شهادة البنات، وساعتها صدر الحكم. المتهمة الأولى 10 سنين سجن مشدد وغرامة 200,000 جنيه، والمتهم الثاني طبعا هربان وحكمت عليه حكم غيابي بالمؤبد وغرامة 500,000 جنيه، وصدر حكم بغلق الدار والتحفظ على التليفونات وغلق صفحاتهم على السوشيال ميديا. بس نيجي لنقطة مهمة جدا، العدالة خدت مجراها. بس يا ترى البنت اللي كانت جسمها محروق واللي كانت بتترعب وهي نايمة، والبنت اللي قلعوها هدومها كنوع من انواع العقاب، مين هيصلح اللي اتكسر جواهم؟ في اماكن تانية بتبني للاطفال حضانات وجناين، وفي اماكن تانية بتتحول دور الايتام لجحيم وسبوبة. لو حسيت بقلبك اللي حصل فيهم يا ريت تشارك القصة دي وخلي صوت البنات يوصل، لعله يكون في امل ان محدش تاني يمر باللي هم مروا بيه. وربنا يحفظ عيالنا ويبعد عنهم شياطين الانس والجن. ولو انت اول مرة تسمعني يا ريت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك للقناة علشان يوصل لك كل جديد.